الجزء الأول. المفتاح ديال الجحيم. السلام عليكم، سميتي محمد، ولكن قليل فاش كنسمع هاد السمية الناس كيعيطوا لي بالسيمو. القصة اللي غنعاود لكم اليوم ماشي من نسج الخيال وماشي شي فيلم تفرجت فيه، هذه حفرة من حفر الماضي ديالي، جرح مازال ما بغاش يبرى. قصة عشناها أنا وعائلتي، قصة بدات بحلم وانتهت بكابوس، الكابوس ديال الهمزة المشؤومة. كنا في 2008، ديك الساعة يلاه كان في عمري 18 عام. بحال أي شاب كانت عندي أحلام وردية، ولكن الواقع كان بحال شي حيط صحيح، كل ما حلمت كل ما ضربت فيه راسي ورجعت للور. الوالد مسكين الله يرحمه يوسع عليه كان خدام نجار، يديه حرشين بالخدمة وجلي كيتنفخوا مع الوقيف، نهارو كله كيدوزو هو كينحت في العود باش ينحت لينا لقمة العيش. والوالدة الله يطول في عمرها كانت شادة معنا القناة في ديك الدويرة اللي كنا كاريين، كانت هي الساس كتخيط اللي تقطع وتجبر اللي تهرس، سواء في الحوايج ولا في قلوبنا. كنا 5 د الرواح مكدسين في 2 بيوت وكوزينة، وحيوطة مقشرين بالبرودة، والريح كتصفر من تحت الباب. الكرا كان بحال شي منشار، كل شهر كيدي النص ديال الخلصة اللي كيصورها الوالد ديالي. أنا أختي خديجة وخويا الصغير عادل كان أكبر حلم عندنا نتنفسو، نحسو باتساع، ولكن الاستقرار كان غير كلمة كنسمعو بها. واحد النهار من نهارات الصيف القاسحة ديال كازا، الشمس كتحرق وحتى الظل كان هربان. في العشية رجع الوالد من الخدمة بكري على غير العادة ديالو، دخل وهو كيمسح العرق من على جبهته، ولكن عينيه كان فيهم واحد البريق غريب، بريق ديال الأمل وديال الخوف في نفس الوقت، بحال شي واحد لقى كنز في شي مغارة مسكونة. الوالدة كانت داخل الكوزينة شادة في يديها موس كتقطع القزبر، شافت فيه وحبسات. الدار كلها سكتات، كنتسناو كلمة منه. قال بصوت مبحوح من الفرحة: سمعوني، لقيت لكم الحل. الوالدة حطات الموس بشوية وقالت وهي مخلطة بين الشك والأمل: الحل ديالاش الحاج؟ الوالد تنهد بعمق بحال إلا بغى يخرج ديك الكلمة اللي كانت خانقاه. دار، لقيت لكم دار كبيرة بالجرد ديالها كيف ما كنتو كتحلموا، ورخيصة. كلمة رخيصة دارت لي الطن في ودني بحال شي جراس ديال الخطر. احنا الدراوش تعلمنا أن الحاجة الرخيصة ديما كتخبي من وراها مصيبة. صراحة قلبي ما مرتاحش لهذا الخبر. الوالدة قرنات عينيها وسولاتو: نيشان؟ وعلاش رخيصة؟ مولاها بغى يصدقها ولا فيها شي ديفو؟ الوالد تردد، ديك اللمعة اللي كانت في عينيه نقصات شوية، هز كتافو وقال بواحد الصوت اللي حاول يخليه عادي ولكن فشل: لا، السيد اللي ساكن فيها مزروب، عنده شي وراق باغي يسافر على برا، بغى يفكها دغيا. صوته كان فيه واحد الرعشة خفيفة، نظرة عينيه كانت كتهرب من عينينا. ديك اللحظة واحد الإحساس بارد تسرب لقلبي وقال لي: هادي ماشي دار، هذا فخ. الغد لي فقت على صوت الوالد: نوضة ولدي يلاه معايا نشوفو الدار كي دايره باش قلبك يطمئن. ركبنا في الفياط البيضة ديالو اللي كانت كترعد كثر ما كتمشي، شدينا الطريق، وكل ما كنا كنبعدوا على الصداع ديال المدينة كل ما كان الصمت كيبدا يخيم علينا. دخلنا لواحد الحي قديم، ديور كبار، ولكن الشوارع خاوية بشكل كيخلع، حتى الدراري الصغار ما كانوش كيلعبوا. ومن بعد بانت لينا واقفة بوحدها وسط واحد الجردة اللي الشوك غالب فيها على الربيع، سياج عالي مصدي وباب كبير ديال الخشب، اللون ديالو باهت وعليه قفل قديم كبر من يدي. كانت بحال شي عجوز شمطاء واقفة كتسنى الضحايا ديالها. نزلنا من الطوموبيل، وأول حاجة انتبهت ليها هي الصمت. ماشي الصمت ديال الهدوء والراحة، لا، صمت غريب، صمت ديال الموت.
ما كتسمع فيه لا صوت الريح لا صوت الطيور لا والو، غير دقات القلب اللي ولات بحال الطبل. ومع الصمت كنشم الريحه، ريحه مجهده ديال التراب فازك مخلطه مع ريحه ديال الغمونيه وشي حاجه اخرى، شي حاجه قاصحه خانزه، بحال ريحه شي حاجه ماتت وتعفنات من شحال هادي. سديتني فيه ودرت عند الوالد. الوالد، شميتي هاد الريحه؟ حرك راسو بايجاب وهو كيدور عيني في المكان وقال: عادي يا ولدي، الدار مسدوده هادي سنين، خاصها غير تهويه. ولكن انا وهو بجوج كنا عارفين ان هذيك ماشي ريحه عاديه، شي حاجه كانت كتغوت فيا من الداخل. هرب، رجع منين جيتي. الوالد جبد واحد الساروت مصدي من جيبو وحطو في القفل. دور الساروت بصعوبه والقفل دار واحد الصوت ديال تحت الصوت ديال التكراك، بحال العظام كيتهرسوا. دفع الباب والصوت اللي خرج منه كان بحال شي غوطه طويله ديال شي واحد كيتعذب، صرير كيحفر في الروح. نقلنا واحد البروده ماشي طبيعيه. برا كان الصهد والداخل بحال الا دخلت لشي ثلاجه، شي ثلاجه ديال الموتى. الظلام كان واكل الدار وخا الشمس ضاربه فيها. الصالون كان كبير والسقف عالي بزاف، ولكن الاثاث القديم اللي فيها كان مغطي بواحد الطبقه غليظه ديال الغبره. ولكن الغبره ما كانتش مقاده، كانوا فيها اثار ديال الخطوات واضحه فوق الزربيه، واثار ديال الصبعان فوق الطابله، بحال الا شي واحد كان هنا غير دابا شويه. قربت لواحد الحيط، بانت لي شي حاجه محفره فيها. دوزت طبيعي عليها، كانت كتابه بخط مرعوش بحال اللي كتبها كانت يديها كترجف من الخوف: عتقوني، سدوا علينا، ما قديناش نخرجوا. عيطت الوالد بصوت مخنوق: الوالد، اجي تشوف هادشي. جا الوالد وملي شاف الكتابه وجهه تخطف منه اللون، مسح عليها بيديه وقال: هادشي ماشي ديال الدراري، هاد الخط فيه الخوف ديال بصح. بدينا كنطلعوا في الدروج ديال العود، كل درجه كنا نحطوا عليها رجلينا كانت كتغوت تحتنا. وفجأة وانا طالع سمعتها، خطوات خفيفة حذرة بالطاج الفوقاني، خطوات ديال شي واحد كيتمشي على رؤوس صبعانو. وقفت تلفت عند الوالد، ولكن هو كان ساهي كيشوف الفوق وعينيه كيلمعوا بحلم الملكية. هو ما سمع والو، ولكن انا سمعت كل شيء بوضوح. وصلنا للطابق الفوقاني، 5 ديال البيوت بيبانهم بحال شي غيران مظلمه كتسنى تبتلعنا. بدينا كنحلوهم وحده بوحده، الاول الثاني بيوت عاديه غارقه في الغبره والرتيله. وصلنا للبيت الثالث، الباب ديالو كان ثقيل بحال الا شاد فيه شي واحد من الداخل. دفعوا الوالد بالجهد والتحل وخرج منه واحد الهواء بارد خانز ضربنا في وجهنا. وسط البيت كانت ناموسيه ديال الحديد قديمه وعليها غطاء كان مهزوز من الوسط بحال الا شي واحد ناعس تحت منه ومكمش. الوالد بقلب ميت مد يدو وقاس الغطاء ورجعها بالزربه، شاف فيا وعيني خارجين من بلاصتهم وقال لي في ودني: دافي سيمو، الغطاء باقي دافي. قبل ما نستوعب شنو قال، عيني مشات لواحد الحيط في الجنب، كانت مرسومه فيه بالفاخر رسمه ديال وجه كيغوت، وجه الملامح ديالو ممحيه بالخلعه، عينيه 2 ثقبات كحلين ديال الرعب، وفمه محلول على غوته صامته عمرني نقدر ننساها. قلت للوالد وانا كنرجع باللور: الوالد شوف الرسمه. شافها الوالد وتبلوكا في بلاصتو. بقى لينا اخر بيت، الباب الخامس، الباب ديالو كان مفتوح شويه، دفعناه بشويه ودخلنا. وانا كنضرب دوره بعينيا شفته كان مكمش في واحد القنت مظلم، كومه ديال الشراوط موسخه. ملي دققنا فيه الشوفه بانوا لينا الملامح ديال بنادم، راجل مغطي بالغبره من راسو لرجليه، شعره طويل ومسخ وحوايجو مقطعين، كان ناعس على جنبه بحال شي جنين.
وفجأة وقف، جمع الوقفة دقة وحدة، هز فينا عينيه كانوا حمرين بحال الدم، ما فيهم حتى تعبير، وبدا كيدير حركات غريبة بيديه، فمو كيتحرك وكيخرج منه كلام ما مفهومش، حركات بحال شي بهلوان. وفي لحظة جرى علينا، ما حسينا براسنا حتى، كنا هابطين مع الدروج كنجريو بحال المهابيل، وقلوبنا بغات تخرج من بلاصتها. صوت رجليه الحفيانين فوق العود القديم كانوا ورانا مباشرة. ملي وصلنا للصالون درنا باش نشوفوا واش مازال تابعنا، اختفى بحال الى الارض شقات وبلعاتو وما بقى ليه حتى اثار. خرجنا من الدار كنتجراو، ما قدرناش حتى نسدوا الباب. في الزنقه تلاقينا مع واحد السيد كبير في السن شارف، كان جالس على الكرسي قدام دارو، شافنا خارجين بخلعتنا وفهم كل شيء، عيط لينا. وملي عاودنا ليه حرك راسو بالاسى وقال لنا: ولادي، هاديك ماشي دار، هاديك سميتها دار الجنون، حتى واحد ما تخليها وخرج سالم، كاع اللي سكنوا فيها خرجوا منها ميتين. وداك الراجل اللي شفتو هذاك راه يوسف، ولد اخر عائله سكنت هنا، مسكين هبل، كيقولوا بان الدار كتجروا ليها بالليل وما كتخليش يخرج. كيقولوا بان الارواح ديال مو باه واختو اللي ماتوا تما بالغدر باقين كيدوروا فيها، باغيين ينتقموا. سمع الوليد هاد الهضره وسكت، بقى كيشوف في الدار، ومن بعد شاف فيا، شفت في عينيه الصراع، الخوف من المجهول والحقره ديال الفقر، شفت فيه الحلم ديالو كيتهرس، وشفت فيه الواجب ديال الاب بغى يوفر لولادو غير دار اللي تسترهم. واخا هكا، رغم كل شيء، رغم الكتابه اللي في الحيط والغطاء الدافي والراجل المسكون والشهاده ديال الجار، الوليد خدا القرار، وهكذا بثمن رخيص شرينا المفتاح ديال الجحيم ديالنا. ومن ديك الليله بدات القصه الحقيقيه.